لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. دي كانت البشارة اللي قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الحلم والهدف اللي عاش عليه المسلمين جيل ورا جيل. تخيل إن البشارة دي فضلت هدف بيسعى له الصحابة والتابعين والخلفاء كمان لمدة 8 قرون ونص. ليه؟ لأننا بنتكلم عن المدينة كانت عقدة العالم القديم. في ناس بتسميها جوهرة الشرق، وفي ناس بتقول عليها عروس الإمبراطوريات، بس الحقيقة هي كانت أكتر من كده بكتير. دي كانت مفتاح الدنيا القديمة، اللي يمتلكها يقدر يتحكم في التجارة بين الشرق والغرب، بين آسيا وأوروبا، بين الغنى والفقر، بين القوة والانهيار. نابليون بونابرت نفسه قال عنها: لو كان العالم دولة واحدة لكانت القسطنطينية عاصمتها. وعشان المسلمين يوصلوا للمدينة دي كان لازم يسيطروا على كل أراضي الدولة البيزنطينية الأول. حاول تتخيل مدينة تعرضت للحصار 11 مرة، بدأت من عهد معاوية بن أبي سفيان سنة 44 هجرية وفشلت كلها لحد ما وصلنا لزمن الفاتح. يا ترى إيه سر قوتها الرهيبة دي؟ المدينة دي فضلت صامدة أكتر من 1100 سنة، اتحصرت من العرب، من الروس، من الفايكنج، من الصليبيين حتى، وكل مرة تخرج من المعركة أقوى. الناس كانت بتقول القسطنطينية لا تؤخذ، بس مفيش قلعة في الدنيا عمرها بيطول للأبد. تعال نحكي الحكاية من الأول، من أول ما كانت فكرة في دماغ إمبراطور لحد اليوم اللي فتحت فيه أبوابها على إيد محمد الفاتح وبدأ عصر جديد. خليك معايا للآخر علشان تعرف أصل الحكاية. Let's go! اللي أسس المدينة دي كان الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول سنة 330 ميلادي. وقتها الإمبراطورية الرومانية كانت بتضعف، والعاصمة القديمة روما بقت بعيدة عن خطوط الدفاع، مليانة مؤامرات ومشاكل سياسية. فقسطنطين قال لنفسه: أنا محتاج عاصمة جديدة تكون في النص بين الشرق والغرب، سهلة في الدفاع وغنية بالتجارة في نفس الوقت. اختار موقع عبقري على مضيق البوسفور اللي بيربط البحر الأسود بالبحر المتوسط، وبنى هناك القسطنطينية وسماها على اسمه. المدينة كانت شبه جزيرة، البحر حواليها من 3 نواحي: من الشرق البوسفور، ومن الجنوب بحر مرمرة، ومن الشمال القرن الذهبي. ودي منطقة بحرية طبيعية عاملة زي الميناء، بتخلي السفن تدخل وتحتمي من العواصف. الناحية الوحيدة اللي مكشوفة كانت من الغرب، ودي اللي بنى فيها الإمبراطور سيودوسيوس الثاني أسوارها الشهيرة سنة 413 ميلادي. الأسوار دي كانت أعجوبة لوحدها، 3 خطوط دفاع ورا بعض طولهم حوالي 7 كيلو، والسور الرئيسي ارتفاعه 12 متر وسمكه 5 متر، ووراه سور تاني، وقدامهم خندق عميق بيتملي ميه وقت الحرب. كأن المدينة دي مش معمولة علشان تتهاجم، لكن علشان تتحدى أي جيش يقرب منها. المؤرخين قالوا إن أسوار القسطنطينية صمدت قدام الزلازل والمدافع والبحر، لكن عمرها ما وقعت قدام بشر إلا مرة واحدة، ودي هنوصل لها بعد شوية. اللي زود قوة المدينة أكتر إن عندهم سلاح بحري مفيش زيه: النار الإغريقية. دي مادة كيميائية اخترعها مهندس من سوريا في القرن السابع الميلادي. كانت مادة بتتحرق فوق المية، ما بتنطفيش وبتلزق في الأجسام، لدرجة إن الناس كانت بتوصفها كأنها نار الشيطان. السفن اللي كانت بتتصاب بيها بتتحول لجحيم، والموج نفسه بيولع. والتركيبة نفسها سر حربي محدش عرفها لحد النهاردة. ده غير إنهم كانوا بيقفلوا المينا بالسلاسل الحديد العملاقة اللي بتمتد عبر القرن الذهبي. السلاسل دي كانت بتمنع أي أسطول يدخل من البحر، يعني كانت حرفيا باب حديد بيتقفل على المدينة. من أول القرن السابع بدأ المسلمين يحاولوا يفتحوا المدينة. اللي بدأ أول حصار كان الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، لكن الظروف ما سمحتش. وبعدها جه الحصار الكبير سنة 717 ميلادية بقيادة القائد مسلمة بن عبد الملك أخو الخليفة سليمان بن عبد الملك. الجيش الإسلامي وقتها كان ضخم، أكتر من 100 ألف مقاتل، ومعاهم كمان أسطول بحري بيحاصر من البحر، وجيش بري من ناحية الغرب. يعني المدينة اتقفلت تماما. لكن البيزنطيين كانوا مستعدين، استعملوا النار الإغريقية في البحر ودمروا جزء كبير من الأسطول الإسلامي. وبعد سنة كاملة من الحصار، ومع الجوع والبرد والتلج اللي نزل بشكل مش طبيعي، اضطر مسلمة ينسحب بعد ما مات آلاف الجنود. وفشلت المحاولة دي كمان. في القرون اللي بعدها جيوش كتير حاولت، وكلهم وقفوا عند نفس النقطة. الأسوار كانت صامدة كأنها بتتحدى العالم كله. لكن الغريب إن أول مرة المدينة تنهار ما كانتش بسبب جيش معادي من بره، دي كانت بسبب ناس المفروض إنهم حلفاء. سنة 1204 في الحملة الصليبية الرابعة، الصليبيين بدل ما يروحوا القدس زي ما كانوا متفقين، انقلبوا على القسطنطينية نفسها، حصروها ودخلوها ونهبوها وسرقوا الكنائس ودمروا القصور وقتلوا السكان كمان. والمدينة اللي كانت رمز للقوة اتحولت لأنقاض، والأول مرة في التاريخ تقع مش بإيد عدو لكن بخيانة حليف. ومن هنا بدأت النهاية. فضلت القسطنطينية ضعيفة محاطة بالأعداء لحد ما جه اللي غير التاريخ كله: السلطان العثماني محمد الثاني، أو زي ما التاريخ سماه محمد الفاتح. اتولد
سنة 1432 وتربى على حلم واحد، فتح القسطنطينية. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. من وهو صغير كان بيسمع الحديث ده ويقول في نفسه: أنا اللي هكون الأمير ده. اتعلم لغات ودرس علوم وتربى على الجهاد والإدارة. ولما بقى سلطان سنة 1451 كان عنده 19 سنة بس، بدأ يجهز جيش ضخم حوالي 250 ألف مقاتل، وبنى أسطول من 400 سفينة. لكن أهم حاجة عملها كانت فكرة جديدة تماما: مدفع ضخم اسمه المدفع السلطاني، صممه مهندس مجري. المدفع ده كان طوله حوالي 8 متر ووزنه أكتر من 18 طن، وكان بيقذف قذيفة وزنها نص طن لمسافة ميل تقريبا. صوته كان بيهز الأرض، وكانوا بيقولوا إن صدى القذيفة كان بيتسمع من على بعد 10 كيلو. بدأ الحصار يوم 6 إبريل سنة 1453 واستمر 53 يوم. البيزنطيين دفعوا عن المدينة بقيادة الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر، لكن السور بدأ يتصدع بسبب المدفع، والسلسلة الحديدية كانت عاملة سد للأسطول العثماني. وهنا محمد الفاتح عمل اللي محدش يتوقعه: أمر بنقل السفن على اليابس. نقل 70 سفينة من بحر مرمرة على ألواح مدهونة بالزيت من خلال الجبال، ونزلها في القرن الذهبي من الناحية التانية من السلسلة. البيزنطيين صحيوا تاني يوم لقوا الأسطول جوه المينا، ما فهموش ده حصل إزاي، ومن اللحظة دي الدفاع انكسر. وفي يوم 29 مايو سنة 1453 دخل العثمانيين القسطنطينية. المدينة اللي ثمرت 1123 سنة انتهت، لكن الحقيقة إنها ما ماتتش، هي بس غيرت اسمها وبقت اسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية وجسر بين حضارتين. بعد سقوط القسطنطينية العالم كله اتقلب، مش بس لان مدينه وقعت، لا، ده لان توازن الكوكب نفسه اتغير. في الغرب اوروبا كلها دخلت في حاله صدمه. الكنيسه الكاثوليكيه في روما كانت شايفه ان القسطنطينيه هي اخر خط دفاع عن المسيحيه الشرقيه، ولما وقعت اوروبا حست ان الاسلام خلاص على الابواب. بس في نفس الوقت اللي حصل خلى الاوروبيين يبداوا يفكروا بطريقه جديده. طرق التجاره اللي كانت ماشيه عبر المدينه بقت تحت سيطره العثمانيين، فبداوا يدوروا على طريق بديل للهند والصين. ومن هنا بدات الرحلات البحريه الكبرى اللي غيرت التاريخ كله: رحله كريستوفر كولومبوس اللي اكتشف بيها العالم الجديد، وطبعا امريكا، وفاسكو دي جاما اللي لف حوالين افريقيا ووصل للهند. يعني بمعنى تاني سقوط القسطنطينيه كانت الشراره اللي ولعت عصر الكشوف الجغرافيه. اما في الشرق كان الوضع مختلف تماما. العالم الاسلامي شاف اللي حصل بشاره بتحقق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر ان الفتح ده مش بس نصر عسكري لكن كمان انتصار حضاري، لان المدينه اتحولت في عهد محمد الفاتح لمركز علمي وثقافي ضخم. بدا يبني المدارس والمكتبات والمساجد، واشهرهم ايا صوفيا اللي حولها المسجد، واهتم بالفنون والهندسه والتعليم. الناس كانت بتقول ان اسطنبول بعد الفتح كانت بتجمع في شوارعها علماء من العرب والفرس والاناضول والبلقان، كلهم شغالين في حركه علميه كبيره، وده اللي خلاها تفضل قرون طويله عاصمه العالم الاسلامي ومقر الخلافه العثمانيه. لكن اهم نقطه ان اللي حصل كان درس ان القسطنطينيه ما وقعتش علشان سورها ضعف، دي وقعت لانها ما واكبتش التطور اللي حواليها، في حين ان محمد الفاتح استخدم العلم والعقل والتخطيط مش السيف وبس. وعلشان كده لحد النهارده اي قائد ناجح او دوله عايزه تبني مجدها لازم تتعلم من محمد الفاتح مش بس الشجاعه لكن كمان التفكير المختلف. وفي النهايه القصه دي مش مجرد تاريخ، دي مرايه بتورينا ازاي الدنيا بتكافئ اللي بيتعلم وبتعاقب اللي بيفضل واقف مكانه. قول لي بقى، لو كنت مكان محمد الفاتح كنت هتخطط ازاي علشان تكسر اسوار ثمرت 1000 سنه؟ سيب لي رايك في الكومنتات. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه، واستناني في اصل الحكايه الجايه.